ازيكم يا ابطال او يا مش ابطال خالص في المذاكرة؟ بما ان العام الدراسي قرب والدروس قربت، لو بتفتح الكتاب وتحس فجأة انك جعان عطشان فاكر انك نسيت الغسالة شغالة، يبقى الحلقة دي ليك. الناس دايما بتستنى المزاج يجي علشان تبدأ تذاكر، بس الحقيقة المزاج بيجي بعد ما تبتدي مش قبله. حتى لو دماغك مش فايقة قول لنفسك هقعد بس 5 دقايق وغالبا هتكمل من غير ما تحس. المذاكرة مش لازم تبقى وانت قاعد ثابت، امشي وانت بتراجع، اشرح لنفسك قدام المراية او ارسم اللي بتذاكره على ورقة. عندك حاجات اسمها ستيكي نوتس، الستيكي نوتس دي بتكتب عليها الخرائط الذهنية، الحاجات اللي انت بتفكر فيها، وتقدر تلون وترسم براحتك، وعندك اشكال كتيرة ليها. دماغك عامة يعني بتحب الحركة اكتر من ان هي تبقى قاعدة ثابتة. في تركات بسيطة بتخدع دماغك، ذاكر 25 دقيقة وريح 5 دقايق، اسمها برومودورو. غير مكانك كل شوية، كافئ نفسك بعد كل حاجة صغيرة، صدقني دماغك مش هتلاحظ. الموبايل ده مصيبة وقت المذاكرة، سيبه في أوضة تانية، اقفله أو خليك في وضع الطيران، أو اديه لبابا وماما قول لهم أنا بعد ما أخلص المذاكرة مثلا هاخد التليفون، مش هاخده دلوقتي عشان أنا بذاكر، وهم هيتفهموا الأمر وهياخدوه. ولما الناس تعرف ان انت بتذاكر اطلب منهم ما يبعتولكش حاجة تشغلك، عشان التركيز غالي والمشتتات كتير. المذاكرة مش حرب ولا تعذيب، دي مهارة، كل ما بتتمرن عليها بتعرف تطول فيها اكتر. واللي بينجح مش الأذكى، اللي بينجح هو اللي اشتغل حتى وهو مش فايق. شجع نفسك ولو بدقيقة.